يا مساء الجمال على احلى متابعين. لو فاكره ان السر المحشي في لفه تبقي لسه ما تعرفيش السر الحقيقي. النهارده هقولك على سر خلطه الورصه اللي ريحتها بتجيب لاخر الشارع، وتكات التسويه اللي هتخلي المحشي يطلع معاكي زبده ومش معجن ولا هيفك منك ابدا. في اكلات كتير بنعملها بس يفضل المحشي المشكل هو ملك السفره اللي بيجمع العيله كلها. النهارده هنعمل محشي مشكل بطعم وريحه زمان. هعلمك ازاي تظبطي الخلطة وتكاتي الخاصة اللي هتخليكي أستاذة وبشهادة الكل. هقولك على كل التفاصيل وكل التريكات، بس أهم حاجة تابعي معايا الفيديو للآخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. ويلا نبدأ ونشوف عملناه ازاي. أول حاجة هسلق ورق العنب. انا كان عندي وانا بجيب البتنجان والكوسه لقيت الورق العنب فريش، فقلت اجيبه اعمله فريش مش مشكله، مش هطلع من الفريزر. حطيت ميه على النار، اول ما الميه غليت نزلت عليها بعصره ليمونه كامله وملح، وهنزل بقى بورق العنب. وانا بحب اسلق ورق العنب بليمون واعصر عليه ليمون في التسويه. خلاص هنزل بقى بورق العنب، هسلقه بقى. ولو فروزن او لو مفرز معاكي هتسلقيه برضو بنفس الطريقه. بسيبه يعني كل شويه بسيبهم قد ايه، انا سلقتهم على مرتين ثلاثه تقريبا، 4 5 دقايق مش اكتر من كده. هطلعهم بقى على مصفى وهاخدهم تحت الحنفيه تحت ميه ساقعه علشان اخلي لونها مظبوط زي ما هو. هنيجي بقى للكرنب. دي ميه بتغلي، حطيت عليها معلقه كمون، ملح ولبن. ليه اللبن؟ اللبن بيخلي الورق زي الزبده اولا، ثانيا ما بيخليش ليه ريحه خالص في البيت. لما بترمي الميه دي بيخلي فيه ريحه وحشه جدا في البيت، اللبن بيساعده ان هو ما يخليش ليه ريحه خالص. جبت الكرنبه كانت حلوه جدا وفكه جدا معايا، فما اضطريتش ان انا احطها كلها في الميه، ففكت معايا اول ما قطعت العنقود بتاعها اللي فوق ده، ففكت معايا. فخلاص قلت هسلقها ورقه ورقه، او هسلق شويه بشويه لحد ما تكمل معايا. ورق الكرنب ما بيستحملش في السلق، فانت حطيه كده دقيقه واحده بس وطلعيه. طلعيه على مصفى، طلعيه على طبق وسيبيه يبرد وبعدين تحطيه على بعض كده. يعني كل كام ورقه كده ما بياخدش معاكي دقيقه. هطلع بقى على طول. هنزل بقى بكمية بقى، واحد شوية بشوية كده لحد ما تخلصي الكمية اللي عندك. اخر شوية بيبقوا خضر بحطهم في الاخر، ودول بحب احطهم في افرش بيهم الحلة من تحت واغطي بيه المحشي من فوق. نيجي بقى نعمل الخلطة السحرية اللي طعمها خرافة. حطيت شوية زيت حلوين كده، ضربت بصلتين وقرنين شطة، حطيتهم مع بعض كده ونزلت عليهم بالزيت. المحشي الكرنب انا بحب جدا جدا اسبكه، يعني لازم الخلطه بتاعته تكون متسبكه، بيبقى طعمه حكايه. اي محشي تاني لا، بس الكرنب بالذات بتبقى الخلطه بتاعته متسبكه حاجه تانية خالص. يبقى كل اللي حطيته زيت، نزلت بفلفل او شطه، انا بحب احط شطه قرون شطه، وكمان بصلتين كده حلوين حمرتهم، ونزلت بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط، وهقلبهم مع بعض كويس، وهتبل بقى الخلطه دي او هتبل الصلصه وهسيبها تتسبك. حطيت مكعبين مرقه دجاج عشان انا عامله كميه، حطيت مكعبين مرقه دجاج عشان اعزز الطعم، معلقتين من معجون الطماطم، هحط ملح وبابريكا. وانا مش هحط في المرحله دي شطه بصراحه، لان كان قرون الشطه حراقه جدا، فاستكفيت بالشطه اللي انا حطاها، فما حطيتش شطه حمراء بس. وبحب اكتر كده البابريكا، بتدي ريحه تدخينه كده وحلوه. هحط ملح وهملح، وانا احط كميه كبيره من الملح عشان انا عامله كميه كبيره من الخلطه، وانا بحب املح الصلصه، ما بحطش ملح خالص على البصل. خلاص هقلب بقى الكلام ده. هتوق الصلصه لو لقيتها مززه معايا هحط معلقه سكر، لقيتها طعمها حلو ومفيش مزازه خالص مفيش حموضه فيها خلاص مش هحط. ده البصل، بقيه البصل ضربته في الكبه، وانا بحب اعمل تقريبا بصلتين بس في التخديعه او في تسبيكه المحشي، والباقي بحطه زي ما هو صحيح كده. حطيت بقى ايه؟ حطيت دي معلقه او تقريبا معلقه صغيره من الثوم المهروس. حطيت بقى معلقه نعناع، معلقه ونص كده من الفلفل الاسود، نص معلقه كمون، وما تكتريش الكمون عشان بيمرر شويه في الاكل. دي 7 بهارات، يبقى فلفل اسود نعناع كمون 7 بهارات والجنزبيل. هقلب بقى البصل، ولازم تقلبي البصل كويس جدا جدا بالتوابل اللي احنا حطيناها عليها دي. تقلي ايدك بس في الفلفل الاسود.
قلبي بقى، والنعناع بيخلي النعناع الناشف بيخلي المحشي في حتة تانية خالص. انا بحب احط التوابل فريش مع البصل، ما بحبش احطها تتسبك مع الصلصة، بحب طعمها يبقى صحيح كده وباين وواضح في الخلطة. خلاص كانت الطماطم اتسبكت، كنت قطعت الخضرة. خلطة او خضرة المحشي يا جماعة عبارة عن كزبره، بقدونس، شبت. بحط حزمه كبيره من كل نوع، لو الحزم صغيره بحط حزمتين من كل نوع. ليه؟ لان روح المحشي الخضره. وبحب احط التلاته، كزبره وشبت وبقدونس. خلاص هقطع بقى، خلاص قطعتهم وغسلتهم وهقلب كويس. كنت حشيت خلاص البتنجان والكوسه، وحشيت كمان ورق العنب، وحشيت الكرنب. كنت انا واخواتي وقعدنا حشينا الحلل. بصراحه كان المحشي خرافه، البتنجان والكوسه والفلفل اهمت، وكمان ورق العنب. بحب بقى على كل واحده كده احط لي مكعب مرق الدجاج كده، وبحب افركيها كده على وش الحله علشان يدي طعم حلو كده في المحشي ويعزز طعم الشوربه. تقريبا مكعب واحد لكل حلة. وكمان يعني فركته كده علشان يبقى زي البودرة كده، ما يبقاش مكلكع. هحط كمان على كل حلة كده تقريبا معلقتين، بس الحلل دي كبيرة وكمية كبيرة. هحط تقريبا معلقتين كده من السمنة البلدي، او قطع كده من السمنة البلدي. دي سمنة بلدي، وبتبقى حلوة جدا كمان في الكرنب، يعني بيبان قوي طعم السمنة البلدي في الكرنب. بحط برضو على ورق العنب وكذلك على الباذنجان والكوسة والفلفل. وانا دايما بحشي كل حاجة لوحدها، بالذات ورق العنب، لان ورق العنب بنعصر عليه ليمون بيبقى مزز وبيخلي طعم الحاجة معاه مززة. فانا دايما الكرنب لوحده، ورق العنب لوحده، الباذنجان والكوسة والفلفل والطماطم دول بيتحشوا في حلة واحدة، مفيش مشكلة خالص. هحط بقى رشة فلفل اسود، ودي برضه بقى بحبها جدا، ورشة زيت علشان يخلي المحشي بتاعك يلمع كده وحلو على كل حاجة. يعني انا زي ما بحط في هنا بحط هنا وبحط هنا، على الثلاث حلل حطيت نفس الحاجة. اغطي بقى وهنزل بقى بالشوربة. الشوربة بتاعتي كانت خلاص، الفراخ اتسلقت، وهنزل بقى بالشوربة بتاعتي. كان محشي تحفة وخطير. جربي طريقتي ان شاء الله هتعجبك. حطي الشوربه بقى كده شويه بشويه، وهزي الحله وهزي الكرنب كويس جدا، ما تخافيش. هو ورق العنب خليه يتهز كده ويفرفر من بعضه، والشوربه تتوغلل كده وتتغلغل كده في كل صباع المحشي. كمان وانتي بتحشيه ما تزنقهوش في بعضه قوي، يبقى مزنق في بعضه، ما تديش يعني مساحه ان الشوربه تنزل وتبقى نازله في النص ونازله في كل حته. فانتي وانتي بترصيه رصيه جنب بعضه، بس سيبي مسافه، ما تزنقهوش قوي جنب بعض. وانتي بتحطي الشوربه لازم تهزي الحله او تهزيه يمين وشمال قوي كده، وتتاكدي ان الشوربه تغلغلت جوه كل صوابع المحشي. وكل ما بتهزيه بتلاقيه بيشرب شوربه، حطي له تاني ما تخافيش، علشان يبقى كل الحله مستويه زي بعضها، مفيش حته في النص مش مستويه وبقيه الاطراف مستويه. خلاص هنحشي، او كمان هسقي البتنجان وهسقي الورق العنب، وهحطهم بقى اول ما يغلوا جامد قوي كده ومن كل الاتجاهات. ديري الحله كل شويه، وبعدين هدي النار وسيبيه لحد ما يستوي تماما. عملت شويه ملوخيه والفراخ بس حمرتها، عملت فراخ محمره ومسلوقه، ما عملتش اكتر من كده. المحاشي كانت حلوه جدا جدا، طريقتها سهله وبسيطه. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامة.